السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هبة من يوميات هبة في المطبخ. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي، هنعتمدها كتير في المشاريع بتاعتنا، وهنعتمدها كتير جدا في موسم المدارس ده. وصفة جميلة جدا ومش مكلفة، وبنكسب من وراها مكاسب حلوة قوي لأصحاب المشاريع. هنبدأ بقى في الوصفة بتاعتنا كده، ونصلي على الحبيب المصطفى ونبدأ في المقادير بتاعتنا. معايا 2 كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، معايا 4 معالق كبار من الزبدة، ودي كوباية من الزبادي الكبيرة، معايا 4 معالق كبار سكر. كل كيلو دقيق ليه معلقتين سكر. تمام، احنا عشان عاملين 2 كيلو هناخد 4 معالق سكر. معايا معلقتين كبار خميرة، ومعايا معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة فانيليا، ودول كوبايتين لبن دافي. تمام. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني في السوائل اللي بياخدها، فانا واخده كده مبدئيا كده كوبايتين من اللبن الدافي. السوائل على حسب ما ياخد، ممكن ياخد كوبايتين بس، ممكن ياخد اكتر، ممكن ياخد اقل. العجينه اللي وانتي بتتحكمي فيها طبعا بتبقي عارفه هتاخد سوائل قد ايه. ما اقدرش اقول لك مقدار معين للسوائل. تمام كده. هناخد مع بعض ال2 كيلو من الدقيق بتاعنا، زي ما قلنا دقيق متعدد الاستخدامات. هناخدهم كده مع بعض، هنضيف بقى عليهم المواد الجافه كلها، هي السكر، الخميرة، الملح، البيكنج باودر، رشة الفانيليا. هناخدهم كلهم مع بعض كده كويس، او هنقلبهم كويس اوي، هنقلب المقادير كلها مع بعض كده. بالايد طبعا، هنشتغل بالايد طبعا، مش هينفع في الموضوع ده معلق خالص. فهنقلب مقاديرنا كلها كده مع بعض. طبعا الوصفة دي عايزة اقول لكل ربة منزل داخلين طبعا على موسم المدارس، الوصفة دي حلوة قوي لما تعمليها لأولادك في البيت. اخدت كوباية من الزبادي، ورجعت بقى اخدت معلقة كبيرة كده من الخل. يعني معلقة كبيرة كده حلوة كده مليانة كده من الخل. سر معلقة الخل دي جميلة جدا في المخبوزات، بديلة لمحسن الخبز، حاجة كده في منتهى الجمال، بتخلي الخبز معايا هش جدا وطري، وحاجة كده تحفة. هتشوفوا في الآخر، تابعوا بس معايا الفيديو لأنه فيه تفاصيل مفيدة جدا هتستفيدي منها كتير. أنا كده خدت كوباية الزبادي مع معلقة الخل على الدقيق بتاعي والمواد الجافة كلها، وهقلبهم كلهم مع بعض. وهاخد اللبن كده شوية بشوية كده، وهعجن زي ما قلنا لبن دافي، دافي خالص يعني، ما يكونش سخن عشان ما يموتش معايا الخميرة. انا كده زي ما انتم شايفين طبعا عجنتها كويس قوي، لاني طبعا ما كنتش عارفه اتحكم في العجينه اول وانا واقفه على خامه المطبخ. فاخدت كده الطبق اللي في العجينه بتاعي كده، وقعدت كده في الارض وعجنتها بقى، فضلت اعجن فيها كويس قوي. هي اخدت معايا كوبايتين اللبن، واخدت معايا بالظبط كوبايه ميه دافيه مع كوبايتين اللبن. يعني انا كنت حاطه كوبايتين ميه في الكازرولا اللي انتوا شفتوها دي، هي اخدت معايا كوبايه ميه دافيه مع كوبايتين اللبن. قلت لكم الدقيق بيختلف من نوع للتاني. خدت كده العجينة بتاعتي كده وخدتها كده على الرخامة. الأول ضفت لها الأربع معالق من الزبدة بقى، بعد ما عجنت العجينة ولميتها بضيف الزبدة في الآخر خالص. وخدتها بقى على الرخامة كده عشان أعرف أتحكم فيها بقى وأخلي الزبدة تختفي فيها تماما. أفضل أعجن فيها كويس أوي كده لحد ما ألاقي الزبدة كلها اختفت والعجينة بتاعتي نعمت وبقى ملمسها ناعم وحلوة أوي كده. تمام. طبعا انا مش مستكفيه فيها عجن، عايزاها بقى تنعم معايا خالص، وبصراحه ربنا العجينه كانت جميله جدا، ما كنتش عايزه ابطل عجن فيها بصراحه. هاخدها بقى كده وهسيبها تختمر في مكان دافي. طبعا بما ان احنا في لسه الجو حر، هتاخد معاكي بالظبط من نص ساعه لساعه الا ربع في التخمير. هغطيها كده واسيبها في مكان دافي، واشوف بقى اعمل اللي ورايا بقى لحد ما تختمر براحتها. او زي ما انتوا شايفين اختمرت وبقت عليت خالص ازاي، وبقت جميله جدا. هاخدها بقى اديها بوكسات كده، واخدها بقى على الرخامة اديها عجنة تاني كده خفيفة كده. وهرجع بقى اقسمها زي ما قلت لكم، هنعمل مع بعض شوية معجنات من العجينة دي. هتفتحي فرن خبيث في بيتك، فرن بتاع يعني الفرن من الافران اللي هي بره، اللي هي فيها الفين والمعجنات وكده. حاجة كده في منتهى الجمال بصراحة ربنا، وعاملاها بايدك ومضمونة، وانت عارفة انت حاطة فيها ايه، فهتعجبك جدا. انا قسمت العجينة بتاعتي كده لاربع اجزاء، يبقى كل جزء انا هعمله حاجة مختلفة. تمام كده. ناخدها كده 4 اجزاء ونلم العجينة بتاعتنا كده و... ونبدأ بقى نشتغل في اول جزء فيها. اهو كده زي ما انتم ما شايفين، هفردها كويس قوي كده.
طبعا العجينة بعد ما تقطعيها سيبيها تريح شوية علشان ما تلمش معاكي، تبقى مفروضة بطريقة ايه سهلة كده. طبعا الجزء ده كده شايفين انا برمته كده زي الرول اهو بعد ما بططته كده. وده بقى اول وصفة معانا، دي عيش التوست. طبعا القالب ده بتاع عيش التوست كده. زي ما انتوا شايفين انا خدتها فردتها ورحت برماها كده زي الرول كده وحطيتها كده في القالب بتاعها وهغطيها واركنها على جنب. دي كده اول وصفة من الوصفة بتاعتنا. هتشوفوا في الاخر نتيجة العيش التوست طالعة عاملة ازاي، حاجة كده ولا في الخيال. هناخد بقى تاني جزء وهنشوف هنعمل الجزء التاني ده هنعمل منه ايه. اغطي بس العجينة بتاعتي علشان ما تقشفش كده من الحر، العجينة اللي باقية معايا. وخدت الجزء التاني كده وهبدأ اقطع فيه زي كور صغننة كده. كده قطعته كله كور صغننة كده وهبدأ بقى بايه بأول كورة. وده هيكون العيش الكايزر بتاعنا. ال الكايزر كده اللي بنجيبه من الفرن. آه هتشوفوه في الاخر برضو، هتشوفوا الوصفة بتاعته جميلة جدا وناجحة جدا وطري جدا. وهش كده وحاجة كده في منتهى الجمال اهو. باخدها كده بس انا يدوب بكورها كده بين ايدي كده عشان اظبط بس الكورة بتاعتها. وباخدها في الصاج، وطبعا بنسيب مساحات كده في الصاج علشان طبعا العجينة هتخمر تاني وهيتضاعف حجمها اكتر في الصاج. تمام كده. خدت بقى قطعة كده من العجينة، انا خدت كده يعني جزء كده من الكور دي عملتها عيش كايزر. وخدت قطعة بقى كده زي ما انتوا شايفين صغننة خالص كده. لفيت بططتها خالص كده يعني فردتها بمقدار نص سنتي كده وبعد كده برمتها زي الرول ده. وده بقى العيش الفينو. تمام كده. وهقفلها كويس قوي كده علشان ما تفكش معايا. وبتطولي فيها كده وانتي زي ما انتي شايفة الفيديو بالظبط. اهو ده العيش الفينو. هناخد واحدة كمان هنبططها كويس قوي كده زي ما انتم ما شايفين. اهو كده تبطيطه حلوه قوي كده. يعني ولا رققها قوي ولا تخنها قوي، يعني زي ما قلت لكم نص سنتي. وبرومها بقى زي الرول كده واقفل بقى طرف العجينه في الاخر خالص. اقفله واقفل البوز بتاع العجينه من هنا ومن هنا. واطولها بقى ايه يعني ابرمها كده تحت ايدي كده على الرخامه. هي بتطول بقى معايا. وده برضو رغيف الفينو بتاعي اهو. الفينو مفيش اسهل منه والله العظيم. وسهل جدا وجميل جدا لما تعمليه لولادك في البيت. طبعا كملت بقيه الكميه عشان الفيديو ما يطولش معاك. سبتهم بقى يخمروا ركنتهم على جنب كده. عملنا التوست، عملنا العيش الكايزر، عملنا العيش الفينو. خدت بقى الجزء بتاع العجينه ده وقسمته نصين لان انا هعمل منه حاجتين مختلفتين. فجبت بقى النشابة بتاعتي كده وهفرده حلو قوي. وهنعمل مع بعض بقى منه الكرواسون. وهنعمل منه الميني باتيه. تمام كده. بفردها كويس قوي كده. وبرمتها كده برمة حلوة قوي زي ما انتم ما شايفين كده اهو. وهقطعها بقى. هرصها بقى في الصينية بتاعتي كده. وده كده يا بنات ده كده الميني باتيه بتاعي زي ما انتم شايفين. سهل جدا وسريع. عملناها وقطعناها حلو قوي كده ورصيناها في الصينيه بتاعتنا. هنعمل بقى الكرواسون ببقيه العجينه الجزء التاني اللي كان في العجينه. فردتها حلو قوي كده. هجيب بقى السكينه وهقطعها بقى 4 تربع كده في الاول. وهبدأ بقى ان انا اقطع كل ربع من الارباع دي هقطعها ربعين. ده مش ده كده الكرواسون الكبير مش ميني كرواسون. تمام. لو ميني كرواسون هنصغر القطعية بتاعتنا قوي هنرفعها قوي. تمام. اهو كده هناخد بقى واحدة واحدة كده بالراحة. لو هتحشيها بقى حاجة هتحشيها نوتيلا هتحشيها شوكولاتة عادية براحتك خالص. تحشيها جبنة برضو براحتك. هتاخدي بقى من عند المثلث الجزء العريض اللي عنده المثلث وتبرمي فيه لحد الراس بتاعة المثلث. تمام كده يعني هتبرمي فيه بالعكس. وتاخديها تعمليها زي دايرة حلزونية بسيطة كده بعد ما تبرميها. شايفين؟ هعمل معاكم كده اهي واحدة كمان اهي عشان تاخدي.
تخلي بقى القفلة من تحت علشان ما تفكش معاكي لما تخمر. كل المعجنات دي احنا بنسيبها تخمر تاني. انا كده عملتهم وسبتهم كده على جنب. معايا العيش الكايزر، معايا الفينو، معايا الميني باتيه، معايا الكرواسون. كده انا سايبه ده كله يخمر تاني في الصيجان والصواني بتاعته. معايا ده بقى اخر ربع من العجينه. هنعمل منها ايه؟ هنعمل منها الميني بيتزا. الميني بيتزا برضو من الحاجات المحببه جدا لولادنا، وبيحبوها جدا جدا لما ياخدوها بقى معاهم مدارس في اللانش بوكس. حلو قوي في مشروعك. يعني بتتباع، بتطلب مني باستمرار. المعجنات عامة يعني بتطلب مننا باستمرار في المشاريع في ايام المدارس دي. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو برضو عن الدوناتس، ازاي تعمليه وبكل سهولة. وهنعمل برضو مع بعض ميني باتيه اللي اولادنا بيحبوه. ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات اللي جايه كتير. في ايام المدارس دي هنعمل معجنات مع بعض كتير قوي. انا قطعتهم كده بكوبايه كده، او لو عندك قطاعه صغيره براحتك. وبجيب بقى نقلتهم كده في الصينيه بتاعتي، وبجيب الشوكه وبخرمهم كده من النص علشان لما يستووا ما يبقوش منفوخين كده على الفاضي. وهحط بقى الحشوه بتاعتي. اي حاجه موجوده عندك بقى حطيها في الحشوه بتاعتك. شويه كده من الجبنه، شويه فلفل، شويه طماطم. اي حاجه حطيها في الحشوه بتاعتك في الميني بيتزا دي. انا دهنت وشها كده بصلصه، معلقه صلصه كده جبتها ودهنت الوش كده بالفرشه. وده فلفل الوان على طماطم على كده. بحط قطعه وقطعه وقطعه يعني اللي هي ايه تخلي شكل الميني بيتزا حلو ويفتح نفس اولادنا كده. وبعدين بقى الفلفل الالوان ده فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. يبقى احنا كده اصل يعني زودنا القيمه الغذائيه في الوصفه بتاعتنا. حاطين فيها زبادي وحاطين فيها الزبدة وكل ده. كل ده برضو بيزود القيمة الغذائية في الحاجة بتاعتنا لأولادنا. بس برغم من ذلك برضو ما نكترش في المعجنات لأولادنا. يعني حاجات بسيطة خالص اللي نديها له. يعني أنا وهو ماشي مثلا على المدرسة بدي مثلا 3 قطع من الميني بيتزا مع سندوتش جبنة بس كده. يعني ما كتريش عن كده. طبعا أنا بقى كان عندي شوية جبنة موتزاريلا كده على جبنة رومي كده. حطيت منهم شوية وشوية كده على وش البيتزا بتاعتي. طبعا احنا من بره ما بنجيبهاش كده خالص، ولا عليها جبنه ولا عليها زيتون ولا عليها فلفل ولا الكلام ده كله. هما بيبقوا مقطعين بس شريحتين طماطم كده وحته فلفل صغننه كده وخلاص على كده. ولا بيحطوا جبن ولا بيهتموا بالحاجات دي. طبعا احنا عاملينها بايدينا لاولادنا وكده. وانا في مشاريعي ببيعها نفس ما بعملها لولادي ببيعها. يعني عشان كده الناس بسم الله ما شاء الله يعني الحاجة بتعجبهم. واللي بياخد مني مرة بيرجع لي مرة واتنين وعشرة زي ما قلت لكم قبل كده. دي معايا نص كوباية من اللبن. خدت عليها كده كيس من النسكافيه اللي هو سريع الذوبان. وبقلبهم كويس قوي عشان ندهن بقى العجينة بتاعتنا من الوش بتاعها. شايفين بقى التوست بتاعي اما اختمر عيلي خالص ازاي في الصينية كده. هدهن بقى الوش حلو قوي كده بالخليط ده زي ما قلت لكم لبن وكيس كده صغير من النسكافيه. شايفين العجينه بتاعتي كلها خمرت وعملت ازاي. سيبي بقى مساحات في السجون بتاعتك علشان اما بتخمر بتاخد مساحه. ورشيت حبه البركه كده على الميني باتيه، ورشيت سمسم على الفينو وعلى الكايزر. رشيت على وشهم سمسم. دخلوا على درجه حراره 180. طبعا الفرن مسبق التسخين بيكون سخن جدا علشان العجين بتاعي ما ينشفش. ما بيكملش حاجة في الفرن. وتابعي يعني كل فرن كل يعني كل فرن بيختلف عن التاني. ما اقدرش اقولك درجة معينة في الفرن. انا هي درجة الحرارة 180. شايفين الجمال؟ شايفين الفينو بتاعي طري خالص ازاي وجميل جدا ازاي. وده الكرواسون بتاعنا حطينا عليه شوكولاتة كده. سيحنا كده شوكولاتة على حمام بخار مائي وحطيتها على الوش كده زي بره بالظبط. والميني باتيه بتاعنا شايفين جمال. وشايفين العجينة بتاعتي طرية وهشة ازاي وحلوة ازاي. ولا الكايزر بقى وجماله. والميني بيتزا بتاعتنا حاجة كده في منتهى الجمال. بجد بجد هتدعولي كتير جدا لو جربتوا الوصفة دي. اوعوا تنسوني بقى بلايك حلو كده منكم وكومنت حلو منكم. وكل اللي بيتابعوني قولوا لي بيتابعوني من انهي بلد بالظبط. واللي عايز اي وصفة يكتبها لي في الكومنتات هنفذها له على طول. شايفين الفينو جماله؟ شايفين الفينو فتحناه من جوه ازاي وحلو جدا ازاي. والتوست بتاعي جميل جدا.
حاجة كده في منتهى الجمال. وادي الكايزر برضو فتحته قدامكم اهو، هش جدا من جوه وطري جدا وخفيف جدا مش تقيل، حاجة بجد حلوة قوي هتعجبكم جدا جدا. شايفين ده التوست بتاعي اهو، قطع منه شريحة قدامكم، شايفين طري ازاي وهش ازاي. يلا جربوا الوصفة بتاعتي وقولولي في الكومنتات على اي وصفة انتوا عايزينها. اشوفكم على خير، حفظ الله والسلام.